السلام عليكم. وحشتوني جدا من فيديو اللي فات لفيديو النهارده. يلا بينا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. احلى حاجه كده نبدا بيها الفيديو بتاعنا ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا، فيديو جميل جدا جدا من نوعه، وروتين كده عميق وطاقه ايجابيه وكلام حلو، وان شاء الله فيديو يعجبكم وتستفادوا منه. كوباية شاي كده سخنة، وكملي معايا الفيديو للآخر لأن الفيديو بتاعنا بجد جميل جدا ويستاهل لايك حلو من ايديك كده، وتشجعيني كده في كومنت حلو وتصلي على رسول الله كده بقلبك، او في كومنت حلو منك. عملنا ايه؟ اول حاجه كده الشمس كانت جميله جدا، وما صبرناش كده بقالنا يجي 5 ايام عشان الدنيا شتيا بقى والجو هوا قوي، تركين التصبين كده شويه. شغلت الغساله، فتحت كده الشبابيك للشمس الجميله. كان اليوم ده شمس وبجد حلو جدا. الشمس اول ما بتيجي بقى في الشتاء لازم ننتهز الفرصه دي ونطلع بقى الفرش بتاعنا، البطاطين، السجاد، اي حاجه في شقتك كده طلعيها بره على السطح. حطيت كده على السطح الفرش بتاعي، وكمان شغلت الغسالة، واستعنت كده بالله وصليت على رسول الله، وكمان قريت الورد بتاعي. اللي هو ايه الورد بتاعي؟ اللي هو كده صفحة من المصحف او صفحتين كل يوم قبل ما اعمل اي حاجة خالص. اتعودي كده تعمليهم وان شاء الله هيفرقوا معاكي. ودي اول حاجة هنستفادها من الفيديو بتاعنا. تاني حاجة بقى كده اتشجعي وقومي نضفي. لو انت حتى في بيت عيلة، نضفي شقتك كده ولو يوم في الاسبوع. انا كده في بيت عيلة، وطبعا ما عرفتكوش بنفس اول الفيديو. انا ايمان ودي قناتي، ولو القناه عجبتكم بتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الجميع عشان ان شاء الله اي فيديو انزله يوصل لكم باشعار. وطبعا متجوزة وعايشة في بيت عيلة. لو انت بقى كده في بيت عيلة زيي، يبقى لازم تنضفي شقتك مرة كده كل اسبوع. بيبقى روتين عميق. ايه هو الروتين العميق؟ شيلي سجاد بقى ومسحي تحت السجاد، ومسحي التسريحة، مسحي الكوميدونات، مسحي الدولاب. نضفي كده تنظيفة عميقة، تنظيفة اللي هي التنظيف القوي. دي بقى تقعد معاك كده بالاسبوعين شقتك نظيفة. يدوب بس كنس كده من بره، يعني بالمقشة كده على السجادة عادي او بالمكنسة. يعني اما تعملي تنظيفة كل اسبوعين مرة هتريحك جدا، وتلاقي شقتك على طول نظيفة، وتلاقي نفسك كده مرتاحة نفسيا. طالما شقتك نظيفة بيبقى فيه كده راحة نفسية. المهم، بدأت أول حاجة عملتها صبنت، شغلت الغسالة، وطبعا كل الفرش على السطح. بدأت كده بالتسريحة. التسريحة كان نفسي ان انا من زمان اعملها وافرش عليها المفرش اللي انا مجهزه لها ده. طبعا لو متابعيني هتعرفوا ان انا عملت مفارش. اشتريت قماش من عند محل القماش، اللي هو القماش الفرو الجميل ده. نبدأ بقى من اول كده. وعملت 5 مفارش، مفرش للتسريحة ومفرش للترابيزة، وعملت بقى 3 مفارش او 4 مفارش كمان لكل كومودينو كده مفرش. لو متابعاني هتعرفي ان انا عملت المفارش الجميلة دي. وده كده كان المفرش بتاع التسريحة، انا كنت عيناه عشان كان لازم منظم اول قبل ما احط المفرش ده. فطبعا في حاجات مهمة غير المنظم ان انا اشتريها، في حاجات اهم كمان من المنظم. ف قعدت كده افكر اعمل ايه، فقلت هجيب مثلا هحوش كده واجيب منظم حلو، بعد كده افرش المفرش واحط المنظم. جت لي فكره حلوه قوي وانا بشغل الغساله كده وبنضف في المطبخ. إيه لقيت بتاع البونبونيره الجميله دي بتاعت فرحي، بتحط كده فيها تسالي، بحط فيها كده شوكولاته بسكوت من ايام الفرح. المهم قلت طب ما هي تنفع منظم، بس مع شوية تعديلات بسيطة جدا. شلت كده الغطا بتاعها، وشلت كمان المنظم بتاعها اللي جوه بتاع التسالي، وكمان شلت البكرة بتاعتها اللي فيها مسمار كده بيلف وبتعمل مزيكا بسيطة كده. استغنيت بقى عن الحاجات بتاعتها دي كلها، ما هي مركونة كده في المطبخ وملهاش اي فايدة. فقلت استفيد انا بيها وكمان اوفر فلوس المنظم طالما موجودة عندي. فبجد بجد فرقت معايا جدا. كانت منظم بصراحة حلوة جدا، كانت فكرة رهيبة وعبقرية بجد، يعني استفدت منها. لميت بقى فيها كل حاجتي اللي كانت متبعزقة على التسريحة ومحطوطة من اول التسريحة لاخرها. كريم بقى، على معطر، على زيت، على برفان، على اي حاجة محطوطة على التسريحة كده بطول التسريحة. لا لمي ده كله كده وهاتيله منظم حلو. ولو بقى مش موجود عندك حاجة زي كده، يبقى المنظم بجد هيفرق معاكي جامد. المهم،
بدأت كده إن أنا أحط فيها كل الحاجات اللي كانت على التسريحة، وبجد كانت منظم حلو جدا. يعني الفكرة بجد عجبتني وكنت مبسوطة منها جدا. جبت بقى كمان صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جبت ايه؟ البتاع اللي هو المغناطيس. كمان بحط فيه كده الدبابيس عشان برضو ما تروحش هنا ولا هنا، بيلزق فيه الحديد. فحطيت كده كمان المغناطيس في قلب المنظم كده في جنب. فالمنظم بصراحة لملي كل الحاجات دي، او يعني البونبونيرة الحلوة اللي انا عملتها دي وسميتها منظم. وكمان السبت الجميل ده هلم فيه بقى كل الرفايع اللي انا خايفة عليها برضو تتنطور هنا ولا هنا او تتبعزق. حطيتها كده في قلب السبت الجميل ده. بيلم كده اي حاجة رفيعة في ايدك او اي حاجة خايفة ان هي تضيع منك، ابر بقى، دبابيس، اقلام، اي حاجة. حطيتها فيه. وبعد كده حطيته كده جنب المنظم في جنب كده. كنت محتارة بصراحة احطه فين. حسيت انه شكله مش حلو قوي جنب المنظم، فحطيته كده ولا المنظم في جنب كده في ركن لوحده. المهم المفرش الجميل اللي انتوا شايفينه ده فيه كده شعر طالع منه زيادة، ده كله هقصقصه كده واخليه منظره حلو جدا. فده كله هيتقص وهيبقى كده شكله جميل جدا. ايه رأيكم بقى في الفكرة الجميلة دي؟ بدل ما انا كنت عاينة المفرش لما اجيب منظم، عملت منظم انا. والفكرة بجد كانت رهيبة وعجبتني بصراحة. قولوا لي كده رأيكم في التعليقات عن الفكرة الجميلة دي. تعالوا نشوفوا بعد. ده قبل ده بعد ما قصيت المفرش كده. الشعر اللي فيه اللي كان طالع لبره ده قصيته كده ووضبته. وده كان الشكل النهائي بعد التغيير. تعالوا كده نشوف قبل التغيير كان عامل ازاي. ايه رأيكم بقى؟ بالذمة مش في فرق كبير جدا؟ ما شاء الله، فرق شاسع يعني 180 درجة. المهم بقيت اخلص حاجة كده واكمل حاجة تانية. خلصت التسريحة وخلصت التغيير بتاعها البسيط الجميل اللي انتوا شايفينه ده وبأقل امكانياتي. وبدأت كده اكمل التصميم بتاعي. اعملي حاجة كده وكملي حاجة تانية. اشيل بقى كده الهدوم من النشافة واكمل تصميم. طول ما انا بعمل حاجة كده وشغالة مش قاعدة، فالواحد كده عنده طاقة ايجابية وعنده نشاط وعايز يشتغل وينظف كل حاجة. فابدأي بقى كده، واول ما تنضفي هتلاقي نفسك اتشجعتي وعايزة تنضفي كل حاجة. المهم عاملة ايه كده وانا بنضف عشان يشجعني؟ مشغلة القرآن بصوت هادي كده. تشغلي كده القرآن بصوت واطي وتبدأي كده تشتغلي، تلاقي نفسك كده بجد متشجعة وكلك نشاط. مش بقى تشغلي أغاني وتشغلي حاجات بصوت عالي كده وتقولي هو ده اللي بيشجعني. لا، لو بتشغلي أغاني وانت بتنضفي وبتقولي الأغاني بتشجعني، انسي الفكرة دي خالص خالص. عايزة كده ربنا يقويكي. صوت القرآن كده بهدوء بجد بجد راحة نفسية مش عايزة اوصف لكم قد ايه. سيبك بقى انت كده من ان انت تشغلي تليفون على صوت اغاني او على اغنية انت حباها وهتشجعك تنضفي. انسي بجد بجد. جربي كده تشغلي كده الراديو، او لو مفيش عندك راديو التلفزيون على صوت القرآن كده هادي كده جدا، وشغلي القرآن. بجد بجد هيفرق معاكي جدا. هتلاقي نفسك كده عندك راحة نفسية ومتشجعة قوي ان انتي تنضفي وتعملي كل حاجة. فالقرآن كده بجد بركة وراحة نفسية وحاجات كتير حلوة قوي كده في البيت. فعلى طول بقى كده تشغلي القرآن بتاعك وانسي ان انت تشغلي اي حاجة خالص من الاغاني. كفاية بس كده ان الاغاني هتشغلي اي اغنية دي كده بتجمعي الشياطين حواليكي. فانت كده بقى شغاله القرآن، شوفي بقى الملايكة في البيت وراحة نفسية، وتلاقي نفسك كده البيت كده فيه دفى وفيه حب. حاجة كده بجد مفيش بعد كده. جربي وان شاء الله هتفرق معاكي جدا. وكمان ما تهجريش القرآن، آية كده كل يوم اول ما تقوم من النوم. آية كده لو آية صغيرة جدا مش هتاخد من وقتك دقيقتين اتنين او دقيقة واحدة، وكمان برضو هتفرق معاكي جدا. بجد بجد والله التغيير ده فرق معايا قوي، وبجد مبسوطة جدا وانا بقدمه لكم وبقوله لكم وبنفعكم بيه بمعلومة بسيطة. هتبقى صدقة ليا بعد كده وهتبقى ذكرى حلوة ليا بعد كده. حتى لو كل اللي بيتابعوني اخواتي وولادي وجيراني
اديني بفيدكم ولو بمعلومة بسيطة جدا. وحتى كمان بشجعكم من اي فيديو بنزله وبعمل لكم فيه روتين. الهدف الرئيسي من الروتينات اللي انا بعملها دي ان انا اشجعكم كده حاجة حلوة، وبعدين بحب بجد انزل معاكم فيديوهات. فبتوحشوني جدا، بحب ان انا اصور وبتشجعوني كده وانا بصور وبنظف معاكم. فيا رب كده تستفادوا، انا بتمنى تكونوا بتستفادوا من فيديوهاتي. اكتبوا لي كده في تعليق تحت الفيديو، وصلوا على رسول الله كتير تحت الفيديو. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما انت كده بتنضفي، وحدي الله واذكري الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنظيفة كده عميقة كل أسبوعين تخلي شقتك دايما نظيفة، مفيش فيها أي حاجة وحشة. ما هو النظافة دي عنوانك، وشقتك طبعا هي دي اللي بتدل عليكي وعلى نظافتك وترتيبك. فلو أقل حاجة بسيطة جدا، لو بجد لو الشقة دي ما في حاجتها بسيطة جدا، او حاجات يعني تكاد تكون يعني مش اللي هي هاي قوي وجامدة قوي. فاهمين؟ النظافة بتخلي اي حاجة بتعمليها مرتبة كده ونظيفة. مش لازم بقى انها تبقى حاجات جامدة بقى وحاجات ازاي، لا. فاهميني انتوا قصدي انا قصدي على ايه؟ يا رب تكونوا فاهميني. يعني قصدي لو اقل حاجة، لو بيتك مفيش فيه الا حاجات بسيطة جدا بنظافتك وشطارتك ورتبتك، هتخلي بيتك جنة، ومن غير اي حاجة كمان. عملت معاكم النظافة دي في فيديو قبل كده، اللي هو ايه، بننضف كده بين السراير. لو مش واضح معاكم ايه اللي انا بكنسها دي، الزخنوق الصغير اللي بيبقى بين السراير لو ضم السراير لبعضها. فطبعا في الشتاء بيوت كتير جدا بيضموا السراير لبعضها عشان بقى الدفى كده وندفي بعض. فلو بتضميها، دايما الفرق اللي هيبقى بين السرير وبعضه لازم هتلاقي فيه تراب وهتلاقي فيه حاجات كتير ضايعة. فاكنسي كده المنطقة دي على طول، كل ما تيجي تغيري فرش السراير بتاعتك او تيجي تكنسي او تنضفي الشقة بتاعتك. فضروري تنضفي ما بين السراير في الحتة دي. انا عملت لها فيديو قبل كده، روتين برضو قبل كده. لو متابعة معايا على القناة هتكوني شفت الفيديو بتاعي، ويا رب طبعا تستفادي منه. فلو اول مرة تشوفي قناتي بتمنى كده تنوريني، هتنوريني والله وهتشرفيني على قناتي، و هتزيدي كده في عيلتنا، وان شاء الله نكبر مع بعض ونفيد ونستفيد مع بعض. مش انا بس اللي بفيدكم، والله العظيم انتوا كمان بتفيدوني باي تعليق بتسيبوهولي تحت الفيديو، بان انا في اغير من نفسي، بان انا في اعمل حاجة جديدة، بان انا في فكرة عجبتكم وتايهة عن دماغي. حاجات كتير قوي ممكن نفيد ونستفيد مع بعض بيها. ف آه، لو عديتي كده صدفة على القناة بتاعتي بتمنى كده ما تعديش الا لما تشوفي الفيديو وتستفادي منه كده، وتحطي تعليق حلو من ايديكي. وكمان ما تنسيناش باللايك الجميل وتشتركي في القناة. عارفة اني بتقل عليكم حاجات كتير قوي هتعملوها، بس والله العظيم مش هتاخد منكم دقيقة. تكبروا بخاطري كده، وربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب. اللهم امين. بدأت كده كمان امسح كل الكومودينيات بتاعتي، الكومودينيات كومودينو. بمسح كل ال الموبيليا بقى والازاز بالملمع بتاع الازاز ده. بتفضل معايا كده نظيفة من الاسبوع لاسبوع. مفيش طبعا شتاء، مفيش قصدي تراب في الشتاء. فالتنظيفة اللي بتعملها دي بتقعد معاكي شوية كتار. عايزه اقول لكم الفصل الورد اللي انا بحطها دي كنت عاملاها معاكم برضو قبل كده على القناه. فانا عملت معاكم حاجات كتير جدا على القناه. الفازه ده أنا اللي عاملاها، وكمان لازقاها بورق كده لميع، فشكلها حلو كده ومحتفظه بيها. اما بقى عن الراديو الجميل ده فده تحفه اثريه بقى لوحده. ايه رايكم حد عنده راديو زي ده دلوقتي؟ الراديو ده قديم جدا جدا جدا. لو تفتكروا شكله او عارفين شكله مين كان عنده زي كده، اكتبوا لي برضو كده في التعليقات. المهم كان عليه تراب كتير جدا. عايزه اقول لكم الراديو شغال في الشقه كده 24 ساعه، ما بفصلوش عن القران. خلاص انا ودني خدت ان انا اسمع القران في الشقه، فلو فصل شويه او ان هو سكت شويه، ما خلاص بيبقى في حاجه غريبه كده في الشقه، لازم ان انا اشغل القران. إيه، ال24 ساعة بالليل وبالنهار، قرآن كده بصوت هادي، يدي كده للشقة دفء كده وحاجة حلوة جدا. شايفين الكشاف اللي فيه ده؟ ما بيشتغلش الكشاف ده كمان غير اللي هو يبقى في الكهرباء. في الكهرباء يشتغل، الكهرباء قطعة انسي ان الكشاف ده يشتغل، مش عارفة ليه.
عايز بطارية بقى والّا إيه مش عارفة، بس يعني كتّر ألف خيره إن هو لسه بيتكلم وكويس. أنا باحب أحافظ على الحاجة والراديو ده عمره قديم جدًا، قولوا كده بتاع 25 سنة، بجد، بجد يعني راديو عمره قديم جدًا، بس أنا باحافظ عليه كده ومن وقت للتاني بانضّفه وبامسحه. كان في بقى كده تراب لإني ما مسحتوش بقى لي ييجي شهر بيتهيأ لي، فكان لامم تراب كتير جدًا، فقُلت بقى كده كمان بالمرّة طالما باعمل معاكم بقى تنضيفة، فيالّا ننضّف كلّه، التلفزيون بقى والراديو وكل حاجة موجودة في الشقة فيها تراب كده وأنا راكناها بعيد، ف نضّفته بقى معاكم، حطيت شوية كده من الملمع بتاع الإزاز على القماشة دي عشان برضه إن أنا ما احطش فيه اللهم صل على رسول الله، ما يوصلوش مَيّة يعني ويبوظ. فأي حاجة كده بالكهربا بلّي القماشة بتاعتِك اللي أنتِ بتمسحي بيها، حاجة بسيطة يعني تكاد تكون كده مندية، وابدئي كده امسحي بقى التراب اللي على أي حاجة في الأجهزة الكهربائية زي ما أنتِ شايفة كده. المهم عزيز جدًا على قلبي الراديو ده، وبجد محتفظة بيه لإنه من إنسانة عزيزة جدًا على قلبي، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب. عمتي، اللهم ارحمها واغفر لها، واجعل كل حاجة شافتها يا رب في ميزان حسناتها، وتقبل منها كده واجعل الفردوس الأعلى مكانها يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. كويس إن إحنا افتكرناها بدعوة حلوة كده من الراديو ده بتاعها وهي كانت عاطياهوني، ومن يوم ما ادتهوني بقى وانا مشغلاه كده في الشقة مش بفصله نهائي، فخلاص انا اتعودت ان انا اسمع القرآن. فبرضو جربي كده لو ما عندكيش حتى راديو شغلي التلفزيون بتاعك كده على القرآن بحاجة بسيطة جدا وسيبيه كده في شقتك ساعة او ساعتين، برضو راحة نفسية جميلة خطيرة. المهم اي حاجة كده عايزة تجيبيها او محتاجاها في شقتك انت شايفة ان هي مهمة، جوزك شايف ان هي مش مهمة، انت يعني انت الوحيدة بس اللي شايفة ان هي مش مهمة، كل اللي موجودين شايفين ان هي حاجة مش مهمة او عادي قلتها احسن، فانت عايزة تجيبيها وحاسة ان هي مهمة، تعملي ايه بقى؟ في حاجات اهم منها طبعا، ما هو في حاجة الاهم وبعدين المهم، ففي حاجات اهم من كده. فممكن تحوشي انت بقى حاجات بسيطة كده، مش لازم الحاجة اللي انت عايزاها في يوم وليلة تجيبيها، حوشي كده وابدأي هاتي اللي نفسك فيه، وبرضه تكون انت برضه جبت اللي نفسك فيه وما شلتيه وما يعني ايه ما قصرتيش في حاجة مهمة، تمام، في حاجة اهم كمان من اللي انت بتقولي فيه. فلازم كده إيه حاجات كده على قد ايدك، ما تبصيش لحد جايب حاجة وخلاص انا هجيب زي دي يعني هجيب زي دي. في حاجات كتير بتعجبني وببقى عايزة اجيبها، بفضل اسعى عليها مثلا بحوش ان انا اجيبها، باحطها في دماغي كده وباقرر إن أنا أعملها، ومش كل حاجة أجيبها مرة واحدة، مرة أجيب المفرش، مرة أجيب المنظم، مرة أجيب فازة ورد، مرة أجيب حاجة عجبتني أنتيكة، عايزة مثلا مفارش للكنبة اللي انتوا شايفينه ده، برضو حاجة في حاجة كده هتقدري وتجيبي كل حاجة، بس انت بقى اعملي قدامك كده ايه، آآ وفّقي أنتِ كل حاجة قدّامِك، خطّطي للحاجة قدّامِك، وواحدة واحدة كده ابدئي هاتي اللي أنتِ نِفْسِك فيه واحدة واحدة. الكنب زي ما أنتم شايفين أنا كنت قالبة المخدات بتاعته، يعني باحس إن ده تغيير واللون التاني ده غامق شوية فيستحمل، وبعدين كمان الأنتريه ما بنقعدش عليه كتير. المهم يعني أنا بانقل من بانقل من إيه قولوا معايا، اللهم صل على سيدنا محمد. قاعدة بانقل لكم من كلام لكلام تاني خالص في ثانية. فالمهم أنا كنت بانضف الكنبة ده، وزي ما قُلت لكم كنت عاملاه على الجهة الغامقة، أصلًا في الشتا ما بنقعدش في الأنتريه ده كتير، فإن شاء الله بقى الصيف جاي وهنبدأ إن إحنا نجيب له قماش، فقولوا لي كده على أفكار قماش حلوة تحت في التعليقات، ممكن آخد منكم أفكار حلوة، أو اللي جربت حاجة قبل كده وطلعت حلوة معاها برضه اكتبوا لي في التعليقات، فيدوني برضه بحاجة بسيطة. المهم
ده كان الشكل الأولاني بتاعه، من وقت للتاني كده كل ما باجي أنضّف باحس إن أنا عايزة أغيّر وأشوف لون غريب كده أو لون جديد في الأنتريه، فباقوم بقى قالبة الشِلَت بتاعة الأنتريه على اللون الغامق ده، ما هي ممكن تنفع الشكلين، ممكن تنفع اللون ده واللون ده، فأنا بقى كده باغيّر في إن أنا باقلبهم مرّة كده وباقلبهم مرّة كده، كل ما باجي أغيّر لازم أشيلهم بقى وأنضّف تحتهم كويس وبعد كده أبدأ إن أنا أرصهم، لإن اللون التاني ده فاتح جدًا. وطبعًا الصيف جاي وهيعوز إن أنا بقى عايزة كسوة حلوة أو حافظة حلوة للأنتريه. المهم الأنتريه بتاعي ده ما بينفعلوش حافظات ليه؟ لإن القُيمة بتاعته أو الخشب بتاعه ظاهر من فوق كده وعالي، فما ينفعش إن هو يتركب فيه أي حافظات، ده له بس كده إن أنا ممكن أجيب له حاجة زي بياضة كده وتتفرش عليه من فوق، تحافظ عليه من فوق كده وخلاص، ومناديل بقى كده على الجوانب بتاعته، غير كده ما بيجيلوش حاجة تانية أو ما بينفعلوش أي حاجة تانية، مش ماهوش ماكسي بقى ومش زي رُكنة، ده تفرق تمام، فاللي عندها أنتريه زي كده تقول لي جايبة له مثلًا إيه حاطاه كده عليه بيحافظ عليه. بصراحة الخداديات بتاعة يعني المساند بتاعة الأنتريه ده بسوست، والسوست دي على طول بافتحها كده وباغسلها وبارجع أركبها تاني، فحسيتها بجد يعني قرّبت تنهار وقرّبت إن هي يعني استهلكت جامد أوي، والسوست بتاعتها هتتفسخ من كتر ما أنا باشيلها وباغسلها وباعملها تاني، فالنضافة الزيادة دي أوي، أوي يعني بتفسد الحاجة، والله من كتر ما أنا باشيلها واغسلها واركبها تاني قرّبت إن هي تدوب خلاص ما عادتش مستحملة، فعايزة كده أجيب لها حاجة أفرشها عليها وتحافظ عليها وفي نفس الوقت كده تكون شكلها حلو و تحافظ على المساند نفسها، فإن شاء الله خليكم معانا في فيديوهات تانية كتير، هنحوّش برضه هنحاول نجيب لها حاجة حلوة نفرشها عليها، زي مفرش حلو، زي قماش بقى من محل القماش، هنشوف هنعمل إيه بعد كده. المهم بقى بدأت إن أنا أكنس، شايفين طلّعت قد إيه، يعني من أسبوع برضه بتطلّعي شوية حاجات كتير، كتير أوي يعني. آآ هامسح بقى كده كمان الأرضية بشوية كلور بقى وشوية معطر واسيبها تنشف كده، وعلى ما اطلع انشر الهدوم تكون نشفت، ونبدأ بقى ننزل نفرش الفرشة بتاعتنا. فخلاص كده انا كده لميت الكنس بقى كده خلاص كنست وخلاص كده يلا عشان امسح على طول وخلاص. ده كان الفيديو بتاعنا، بتمنى الفيديو يعجبكم ويا رب تستفادوا منه. دي كانت السجادة بتاعتي، هي خفيفة جدا فجبت لها كده حافظة تدفي الحتة وفي نفس الوقت هي حلوة وشكلها حلو. فخلاص ده الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة جدا. استناكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وتشوفوني بإذن الله. ما تنسوش كده صلوا على رسول الله كتير في التعليقات، هشوف تعليقاتكم واقراها كلها. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، في حفظ الله ورعايته. انتظروني ان شاء الله الفيديو الجاي، وما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم.